لو بتبيع منتجات أونلاين، خلي بالك ممكن يتنصب عليك. أنا محمد ودي دقيقة بنكية. في دقيقة واحدة هتعرف حقك. علي عنده مشروع صغير بيبيع منتجات أونلاين. وصلوا اتصال من مشتري عاوز أوردر. المشتري قال له أنا مستعجل جدا، هبعت أخويا يستلم المنتج وحولت لك الفلوس على المحفظة. في نفس اللحظة وصلت رسالة اس ام اس على موبايل علي، المبلغ ظهر فيها، وعلي ابتسم وسلم المنتج لأخو المشتري. بعد أقل من ساعة فتح المحفظة عشان يحول جزء من الفلوس، فوجئ إن مفيش فلوس اتحولت له أصلا. علي بص على الرسالة مرة تانية واكتشف إنها مش من الرقم الرسمي الخاص بالمحفظة، كانت رسالة مزورة مبعوثة من رقم عادي بصيغة شبه رسائل الخدمة. النصاب عارف إن أغلب الناس بتبص على الرسالة مش على التطبيق، علشان كده أي رسالة اس ام اس أو سكرين شوت أو حتى حد يقولك أكيد الفلوس وصلت، ده كله مش دليل على استلام الفلوس. الدليل الوحيد هو إنك تفتح تطبيق المحفظة بنفسك وتتأكد إن الرصيد اتحدث أو العملية ظهرت في سجل معاملاتك.